حدوتة النهاردة سكرة والسلحفاة. كان ياما كان في بنت صغيرة اسمها سكرة، كانت دايما بتحب تجري وتلعب وتقفز، بس عمرها ما كانت بتصبر. في يوم من الأيام شافت سلحفاة ماشية ببطء جدا، ففضلت تضحك وتقول: يا نهار أبيض، إيه البطء ده؟ أنا لو مشيت مكانك أوصل بدري وأنام كمان. السلحفاة بصت لها وقالت بهدوء: بس أنا لما بوصل ببقى مرتاحة ومبسوطة إني ما وقعتش ولا تعبت. ضحكت سكرة وقالت: طب تعالي نتسابق. السلحفاة وافقت وبدأ السباق. سكرة جريت بسرعة جدا، لكنها فضلت تبص وراها وتضحك وتتلهي، وفي النص وقعت واتلخبطت هدومها وقعدت تعيط. أما السلحفاة فضلت ماشية ببطء وثبات لحد ما عدت سكرة ووصلت خط النهاية. قامت سكرة وقالت: أنا اتعلمت حاجة مهمة النهاردة، مش السرعة أهم حاجة، لكن التركيز والصبر هما اللي بيكسبوا. السلحفاة ابتسمت وقالت: برافو يا سكرة، كده انتي بطلة حقيقية. توتا توتو، خلصت الحدوتة. يلا يا حلوين، نعمل لايك واشتراك في القناة عشان توصلنا كل يوم حدوته. استنونا كل يوم الساعة 8 صباحا عشان نسمع الحدوتة الحديدة.